اقول لك على حاجات مهمه جدا تعملها قبل ما تبتدي في بند المباني. لازم ننضف كويس جدا الخرسانات بتاعتها ونشيل منها كل الاخشاب اللي موجوده واللي ما قدرش النجار المسلح ان يشيلها وهو بيفك الشده الخرسانه بتاعته. وبعدين نشيك على كل اماكن التسويس والتعشيش اللي موجوده في الخرسانه بتاعتي ونرممها كويس جدا، وده عن طريق ماده او مونه اسمنتيه اسمها الجراوت، ودي ميزتها انها ماده غير قابله للانكماش وبتلزق كويس جدا في السطح اللي انت بتحطه فيه. ومش محتاج اقول لك بلاش فزلكه وتستخدم مونه بالاسمنت العادي عشان هيفك منك بعد فتره وهيظهر لك شروخ في المحاره في المكان اللي انت رممته قبل كده. ولو بتسال تجيبهم منين، عندك شركه سيكا وباسف وكيماويات البناء الحديث. نشيل برضو الزراجين الحديد ونرمم مكانها كويس جدا بنفس الماده، وما ننساش الشنابر وننضفها كويس برضو عشان نجهز لبند المحاره. كمان لازم اتاكد من كميه الطوب ومحتاج قد ايه، وكمان محتاج عليهم قد ايه اسمنت ورمل واشونهم بالطريقه المظبوطه. كل ده لازم يكون موجود قبل ما تبتدي عشان ما تعطلش في النص وتتحمل تكاليف تشوينات ومصنعيات زياده فوق الرقم اللي انت حاطه، وبالتالي نسبه الهالك هتزيد وتبقى اكتر. لو عندك اي سؤال سيبه تحت وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن.